ناس كتير من اللي بيعملوا فيديوز على الميديا هيقول لك خليك لطيف مع العملاء وصاحب العملاء، وهيقول لك كمان ان الناس بتشتري ايموشنال مش راشونال والكلام ده كله. على راسي طبعا من فوق، بس انا عايز اقول لك الصح ما تبقاش لطيف مع كل العملاء. ده من اكبر الاخطاء اللي بيقع فيها السيلز مان. هو داخل عايز يصاحب، عايز يهزر، عايز يضحك مع كل الناس، وبالتالي بيخسر وبيلوز كتير جدا من الكاستمرز، او ما بيقدرش يوصل لهم، او ما بينجحش معاهم. السبب في ده ايه؟ ربنا خلقنا كبني ادمين مختلفين عن بعض. لو تفتكر انا اتكلمت قبل كده في حاجه اسمها السوشيال ستايلز وانواع الكاستمرز. في اتنين او نوعين من الكاستمر بيبقوا راشونال جدا، ناس سيريس، لا بتوع ضحك ولا هزار ولا فرفشه ولا نكت ولا مصاحبه ولا ده ياثر معاهم في القرار خالص. بالعكس، لو عملت قدامهم هيقول عليك بتعمل همبكه، هيقول عليك هو بيحب اللي شبهه، هو عايز الانسان السيريس والبروفيشنال اللي شبهه اللي زيه. فخلي بالك، حلو انك تبقى لطيف وتصاحب، بس مع مين؟ مع الشخص الايموشنال اللي دي تفرق معاه، زي الاكسبريسيف وزي الاميبل. اللي صعب عليه يا جماعه مصطلحات من اللي انا بقولها، يا اما يبحث عنها يا اما يرجع لفيديوهات تانية قبل كده هيلاقي الكلام ده موجود بالتفصيل. طيب مشكله الناس التانية في ايه؟ اللي هم الدرايفر والاناليتيكال. دي ناس ما بتستجيبش ايموشنالي اصلا. دي ناس الباينج موتيف او قرار الشراء عندهم مش مرتبط بانه يشتريك انت فيشتري من وراك البرودكت، دماغه مش كده خالص. ده يعملها الاميبل. يعني عارف الاميبل لما يصاحبك قوي ويحبك قوي يبلع لك اي حاجه بعد كده. عارف الاكسبريسيف شرط من شروطه، اذا ما كنتش هتجامله واذا كنت هتديله الايجو بتاعه وتسيبه يحكي ويتكلم وانت تسمعه مش هتكسبه. انا عارف النوعين دول واضحين من الناس، عشان كده دول بيشتروا بشكل ايموشنال. التاني او الاثنين التانيين بيدوروا على الراشوناليتي، البرودكت ده البرفورمانس بتاعه عامل ايه؟ افضل ولا مش افضل؟ طب افضل في ايه؟ العربيه دي الهورس باور بتاعها كام؟ سرعتها ايه؟ هو مش بيدور عليك في المعادله، هو بيدور على حد يبيع له البرودكت بشكل راشونالي قوي في المقارنه مع الكاتيجوريز الثانيه اللي موجوده قدامه، فبالتالي يعرف يسلكت. وانت بتشتغل معاه از ا كونسلتنت زي الدرايفر كده، انت مجرد كونسلتنت توضح له البرودكت بتاعك بشكل راشونالي والمعلومات اللي عنده، وما تستفدش في الوقت والديتيل كتير وتضيع وقته، لان الناس دي خلقها ضيق. فالمفروض ان انت تديله معلومه فوكسد عن البرودكت وتتعامل معاه بشكل اسيرتيف وبشكل فيه بروفيشناليتي، فيحس ان انت برضه راشونال شبهه فيشتري منك. انا بصحح معلومه خطا عند معظم الناس اللي اتعلمت غلط. ادخل واضحك وصاحب وهزر وايس بريك ونكت. الايس بريك ده يختلف من بني ادم للتاني. طول ما انت شغال في السيلز عايزك تفهم في السيكولوجي بتاعت الناس، عايزك تفهم دماغاتهم مختلفه في ايه وطريقتهم مختلفه في ايه، علشان تقدر توصل لهم بشكل مور افكتيف. عندك شخصيه زي الاناليتيكال. الشخصيه الاناليتيكال اصلا وانت بتكلمه بيقول الراجل ده بيقول لي كده علشان هو بياخد فلوس من شركته، فضحك ايه اللي هتضحكوا معاه اللي هيجيب. اذا ما شافش ريفرنس قوي وشاف ناس تانية اشترت وتشجع بشكل منطقي ان البرودكت ده فعلا يناسبه، مش هيشتري حاجه. اذا ما شافش ستادي او ترايل او دوكيمنت او ريفيو مش هيشتري. يا جماعه، مش مطلوب منك تبقى لطيف وحبوب مع كل الناس او مع كل العملاء. مطلوب منك تفهم عميلك وبناء عليه تحدد الطريقه المناسبه ليه. ممكن تبقى سيريس جدا وبروفيشنال جدا وده يفرق كتير مع الكاستمر، وممكن تبقى لطيف وفريندلي وتهزر وتضحك وده يفرق مع انواع تانية من الكاستمر. المهم الكاستمر بتاعك مين علشان انا ابقى مين، اللي هو اختزلناه قبل كده في كلمه ميرورنج، وتعمل ميرورنج للكاستمر. وطبعا في فيديوهات للموضوع ده قبل كده، وبالتوفيق دايما ان شاء الله.